يسري يسري فين؟ يسري في لشبونه. تعبت؟ انت ما مشيتش كتير يا احمد، ما مشيتش كتير يا احمد. احنا طالعين طلعات غريبه. ايه رايك في الرحله؟ يعني بغض النظر عن لا بغض النظر عن ماشي، لازم تمشي يا احمد، لازم تمشي حلوه جدا بجد والله. مبسوط؟ يعني المانيا بعد كده اسبانيا تحفه، برشلونه ومدريد. يا جماعه احنا قلنا في اول الراجل ده كويس خلاص. اي فول اللشبونه ولا برشلونه؟ برشلونه ولا لشبونه؟ الاثنين. يا لهوي. لا مش مشكله. ايه رايك؟ ايه رايك في الرحله؟ حلوه جدا. مبسوط؟ الهوستلز. الهوستلز ايه رايك فيها؟ يعني انا فكره الهوستلز بالنسبه لي كانت حلوه جدا، يعني انا مقتنع بيها من زمان يعني. اوكي، وتجربتها؟ لا والتجربه حلوه. بغض النظر عن هوستل مدريد، انتوا اشتكيتوا منه هو ما كانش انضف حاجه، بس يعني السعر تحفه. سعر الرحله بصفه عامه. السعر تحفه. طب سؤال بقى مهم، بما اننا حصل النهارده التعويم، الرحله دي اكيد هتزيد لو الرحله دي بقت 40 50 45، هل هتحس ان السعر ده يعني تستاهل السعر ده برضو بعد فرق التعويم؟ انت في مصر فطبيعي هتتعامل بنفس الريت الزياده. بس انت شايف ان هتبقى برضو ستيل ريزونبل بغض النظر ان حصل تعويم النهارده، فدي هتبقى مشكله بس هتزيد 10 مثلا، فده هيبقى شايف ستيل كويس. تنصح الناس تطلع معايا تاني؟ ابسولوتلي. انبسطت المشي ولا تعبت المشي؟ انا تعبت جدا. تعبت، بس هل فكره ان انت تمشي وانت تعبت فعلا، بس انت لو كنت راكب حاجه مترو تحت الارض كنت هتشوف ده كله، كنت هتشوف المناظر دي، كنت هتشوف اي حاجه. بس المشي محتاجه اسبوع بس كارديو قبل ما تيجي. طب المشي فرق معاك؟ يعني انت حسيت لو انت ماشي بعد كده تقدر تكمل؟ باجي 5 دقايق 10 دقايق ماشي في مصر في اليوم. هنا ما شاء الله 18 انت بتمشي 18 كيلو في اليوم؟ يعني ما عملتهاش بقالي 8 سنين. حبيبي يا احمد، اتمنى تكون انبسطت واتمنى تنبسط في باريس، ونطلع من باريس بقى وانت مكمل، انت لسه عندك رحلتك طويله. ربنا يسعدك، ومبسوط انك جيت معايا، ويا رب دايما مع بعض على طول حبيبي.